لما يجي يقولوا لنا انتوا مشكلتكم الالتهاب الكبدي ويعالجوا لنا الالتهاب الكبدي، اذا ما كنتش انت هتعمل بحث علمي حقيقي مفيش حد هيبص لك. ثالثا واخيرا موضوع المال. يعني احنا بنقول تجاره الادويه بتكسب اكثر من تجاره السلاح ومن تجاره المخدرات. طب ليه شركات الادويه ما تحطش جزء من ارباحها في البحث العلمي؟ طب ليه ما تتعاونش مع الدول العربيه اللي عندها بترول وعندها فلوس وتعمل بحث علمي مشترك؟ فما نقول القصه مش قصه ميزانيه البحث العلمي، القصه قصه كبيره قوي وبتصب في الاخر في البحث العلمي من مناهج تعليم بسياسه واضحه. طب ما احنا عشان نترقى بنعمل بحث علمي، ترقى مثلا تاخد الماجستير تعمل بحث، وترقى تاخد الدكتوراه تعمل، انما كلها ابحاث كرتونيه مكانها اضرار، ما هيش ابحاث تطبيقيه. لابد ان تنطلق الابحاث بالتطبيق. وما تيجي تعمل تطبيق خليك تعمل ابحاث في مجال الهندسه، يبقى المصانع تعاون. وما تيجي تعمل في مجال الزراعه يبقى وزاره الزراعه والناس اللي بيفلحوا في الارض يعاونوك في الفلوس. فالمشكله ان شاء الله ما فيش مشكله، هي لا تكون هناك بس رؤيه او نيه حقيقيه في الاطلاق. يعني يا جماعه بيقولوا لي عنوان 5 دقايق. عايز برضه في سريعا كده موضوع طبعا بنتكلم عن الصحه يبقى التغذيه كلها. هنسيب جزء الزراعه نتكلم عن التغذيه. برضه مما رعاني برضه تقرير كده في منظمه الصحه العالميه قال لك نصيب الفرد في مصر من اللحوم في مصر في السنه بياكل 14 كيلو و900 جرام في السنه كلها. المصري نصيبه من اللحمه 14 كيلو و900 جرام. قلنا لما نبص على الدول الافريقيه لقيت غانا والصومال احنا كنا بنجيب لها فلوس نصيب الفرد فيه 17 كيلو سنويا. نصيب الفرد في امريكا 100 كيلو في السنه. نصيب الفرد في السعوديه 140 كيلو في السنه، ولذلك اللي بيروح السعوديه مش عايز يرجع تاني. بالتالي برضه نرجع نشوف الاسباب عشان لما نعرف الاسباب نعرف نقول الحل. من سنة 80 لسنة 91 كانت مصر بتصدر لحم. تصدق دي؟ مصر كانت بتصدر لحم. من سنة 91 واحنا بدأ الانتاج يقل ونستورد. انتاج يقل ونستورد. طب واحد يقول لي انت ما كان ايام السادات كنا بنستورد السعودية بتستورد لحمة معينة عشان الناس المعدمين. انما احنا كنا بنصدر لحمة كويسة. فضل الانتاج بتاعنا يقل ونستورد. الإنتاج بتاعنا سنة 2005 كان 780 ألف طن. الإنتاج بتاعنا 2011 670 ألف طن. يعني إيه؟ كنت بتستورد 600 ألف طن، دلوقتي بتستورد 600 ألف طن. يعني بتستورد قد ما بتنزل. يعني ما بتتكلمش عن القمح بقى. ما احنا مش هنعيش على البروتينات النباتيه، ما احنا مش ناكل لحمه. بتستورد عندك رؤوس ماشيه بتستورد عليها لحمه بس عشان تغطي العجل، عشان توصل لل 14 كيلو مش ل 100 كيلو. ده انت لو عايز تبقى زي افقر دوله عايز تستورد ضعف الكلام ده مرتين ثلاثه. طب ليه الفتره اللي فاتت ديت خدت بعض ورحت للناس البيطريين عملت زياره للوحده البيطريه عندنا في مركز الكبرون. ثم يا جماعه احنا عندنا مشكله في اللحمه. ليه كيلو اللحمه ما مش سعره القاهره 70 و80 وهنا 200؟ قالوا والله ما عندنا مشكله. طب ايه؟ قالوا كان في مشروع. قلت لهم ايوه انا عايز المشروع بقى اللي هو كمان 10 سنين من سنه 80 لسنه 99. اول مشروع وقائم رقمي من اسباب الصوت. احنا كنا بنجيب سلالات معينه من الجمهور وبنديها للفلاح وهي وزنها 100 كيلو، وكنا نوفر له العلف ونوفر له الخدمه البيطريه والانصار وناخدها منه بعد كده بالميزان اما تكون ما تقلش عن 350 كيلو واقفه على رجليه. وبعد كده الفلاح بروح حاسب له خد مني علف بلد كده
وخد منها ادويه بيطريه قد كده، واخسر ده من ده يطلع له 2000 3000 جنيه مكسبه هو زي الفاشل. يبقى انا منعت كبح البتلو اللي هو الاولاد الصغيره، وفي نفس الوقت ما حملتش الفلاح عبء اللي ممكن يجوزها تموت، ممكن ما يلاقيش علف، ممكن يبقى في مخاطر. ده الجوزها كنت بديها له ومتامن عليها وبوفر له العلف وبديها له مكانه وبخسر منه الحاجات اللي انا طلبتها عليه.